اوعى تفتكر إن كل مرة تساعد فيها الناس ده معناه إنك شخص كويس. أوقات كتير ده معناه إنك بتضيع نفسك. أنت مش ماكينة خدمات، وده مش أنانية، ده وعي. في الفيديو ده هفهمك ليه لازم توقف المساعدة العمياء قبل ما تكسر نفسك. المساعدة مش غلط، بس لما تتحول لعادة تخليك تتعب وتسيب نفسك ورا، هنا تبقى مشكلة. اللي بيديك بدون ما يسيب لنفسه في الآخر بيتكسر. الخير الحقيقي يبدأ منك أنت الأول. لما تكون واقف على رجلك، وقتها تقدر تسند غيرك بجد. في ناس هتزعل لما تقول لأ، بس خلي بالك، اللي يزعل لما تحط حدودك كان بيستغلك مش بيحبك. اللي بيحبك بجد هيفرح إنك بتحمي نفسك، وإنت مش محتاج تبرر ده. حدودك مش جريمة. تخيل واحد طول الوقت بيساعد الناس في شغلهم لحد ما بقاش عنده وقت لشغله هو. في الآخر مين اللي بيتحاسب؟ هو بس. انت كده بتسيب حلمك علشان ناس مش هتفتكرك بكرة. ابدأ بنفسك الأول، وبعدها ساعد اللي يستاهل. الموضوع بسيط جدا، ساعد غيرك بس ما تنساش نفسك. الخير اللي يكسرك مش خير، والحب اللي يخليك تضيع نفسك مش حب. من النهاردة ابدأ تقول لأ من غير خوف. ابدأ تحط نفسك في الأول. اوعى تدي لحد قبل ما تدي لنفسك، لأنك لو ما عملتش كده محدش هيعملهولك. اعمل لايك وشارك الفيديو، يمكن حد تاني محتاج يسمعه زيك.